حان الوقت انه هيدا الوجه المزيف يروح. دفعت رشوة لكتير اشخاص، واحد منهم عارف مشاكرة. تكوني حفيدة الأمير عبد القادر، يعني عندك عبء، يعني هذا لازم يتمشى فوق ظهرك أكيد. فالإنسان اللي بيكون عمل فرق وأثر بالدنيا مثل الأمير جدي، وأفتخر فيه اليوم أني بقول جدي. وكنت عملت تصريح انه انا حفيدة الامير عبد القادر الجزائري، لكن الحقيقة والواقع انه انا لست حفيدته ولا حتى بعرفه. احمل جنسيات مختلفة، لكن أحببت أن أتي إلى الجزائر لأنها تربة خصبة. بما يخص كتاباتي أو الطريقة الثقافية التي أتكلم بها، فهي تعود فيها الفضل الأول والأخير لشخص ساعدني، وقف معي، واعتقد أنني أنا إنسانة منيحة، لكن الضمير الواحد بأنبه، وأنا لازم أعترف بهذا الموضوع. ولا شيء من اللي كتبته لإلي، ولا حتى بعرف اكتب عربي الصراحة. وكنت بتمنى انه هيك ادخل على الجزائر اخذ منصب. دفعت رشوة لكتير اشخاص، واحد منهم عارف مشاكرة اللي وعدني بمنصب عن طريق شخص هون في امريكا، فدفعت له مبلغ ورشيت عشان اخذ منصب. وكانت محاولات كتير، ولكن حان الوقت انه هذا الوجه المزيف يروح، وانه تعرفوا هاي الحقيقة. بقى بتمنى انكم تسامحوني، بعرف يمكن حيكون الموضوع صعب، بس هي الحياة هيك، الحياة لازم تستمر. وكنت بتمنى انه هيك ادخل على الجزائر.